السلام عليكم. أظن إن المنظر ده لوحده كفيل يحكي عن الوصفة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد على السخن زي ما معظم التعليقات قالت، وبجوانتي الخط العظيم اللي انا لابساه ده هنبتدي نحضر اول حاجه حشوه العجوه. ببتدي ان انا اقطعها بس القطع صغيره عشان اسهل على نفسي وانا بعجنها، وكمان بدخلها الميكرويف حاجه بسيطه عشان برضو تبقى دافيه وتبقى سهله اثناء العجن. وببتدي بقى ان انا احط عليها الاضافات بتاعتي. انا بكتفي بالزيت وشويه قرفه، ممكن حضرتك تحطي اللي انت عاوزاه عليها. اهم حاجه ان احنا نوصل بيها للقوام ده كده، قوام لين بنفس ليونه العجينه اللي احنا هنعملها عشان ما تكونش ناشفه والكحكايه نفسها طريه. وببتدي ان انا اقسمها كل قطعه 5 جرام عشان تكون تلت حجم الكحكايه اللي انا هعملها، بحيث ان هي ما تطلعش بره الكحكايه والكحكايه بتاعتي تشقق. بعد كده هبتدي ان انا احضر العجينه بتاعتي، واول حاجه هحطها هي بديل دقيق الكيك اللي احنا نزلنا الوصفه بتاعته، ورشه ملح صغيره، والمحلب بتاعي، والسمسم المحمص. هسيبهم على جنب زي ما هما كده من غير ما اقلبهم، وهبتدي ان انا احضر عجينه كده صغيره عشان اختبر بيها ان السمنه بتاعتي قدحت ولا لا، وده عن طريق شويه دقيق ونقطه ميه كده. وابتدي ان انا احركهم لغايه لما تتجمع على بعضها على هيئه كوره. هبتدي بقى ان انا ارفع السمنه بتاعتي على النار واحط معاها العجينه واسيبها لغايه لما تقدح، يعني لغايه لما الاقي العجينه بتاعتي بدات تحمر كده على بسيط. هشيلها كده، خلاص السمنه بتاعتي قدحت كويس قوي، وبحذر شديد وما يكونش فيه اطفال جنبنا. هبتدي ان انا اخد السمنه بتاعتي وانزل بيها على السمسم المحمص وبقيه المكونات. انا النهارده هشتغل في العجانه وهستخدم المضرب الكف. هسيب بقى الخليط بتاعي يتبس كويس قوي عشان ده اول تركايه هتنجح لي الكحك بتاعي، لغايه لما الخميره بتاعتي انشطها عن طريق ان انا هحط الخميره والسكر والميه الدافيه. ممكن طبعا تستخدمي لبن عادي جدا، وهقلبهم تقليبه صغيره وهسيبهم على جنب لغايه لما تفور كويس قوي. بعد شويه برجع للعجين بتاعي بلاقيه بالمنظر ده كده، شكل العجين سايح كده، معناها ان هي اتبست كويس قوي. بس كمان في حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اتاكد ان العجين بتاعي برد عشان ما يموتش الخميره. شايفين بقى منظر الخميره بقى عامل ازاي؟ هو ده المنظر اللي انا عايزه اوصل له. هبتدي ان انا انزله على الخليط بتاعي وهنقلب لمجرد ان السوائل بتاعتي تختفي والعجينه تتلم كده على بعضها، مش اكتر من كده عشان الكحك بتاعك يطلع دايب. طبعا عجينتي كده زي الفل. هبتدي ان انا اغطيها وهنبتدي في مرحله التشكيل. مين شاطر بقى يقول لي انا بعمل ايه هنا؟ ايوه، حركه التنعيم. وطبعا هنا عشان انا حاطه كميه كبيره هبتدي اعمل ايه؟ هفردها ببطن ايدي كده والمها على بعضها كذا مره، مره 2 3 4. المهم ان هي توصل لعجينه احس ان انا عارفه اشكلها كويس قوي بسهوله وانقشها بسهوله. في المرحله دي هبتدي ان انا اقسم العجينه بتاعتي واجيب منقاش الجميل. انا بعمل العجينه 15 جرام عشان تبقى الكحكايه كده صغنونه وشكلها حلو. وببتدي ان انا برضو اطلع الحشوات بتاعتي، واخدين بالكم ان انا بطلع على قد استخدامي بس، والباقي كله بيكون متغطي عشان ما ينشفش مني. وهمسك بقى واحده واحده، ابتدي ان انا احط فيها العجوه بتاعتي واقفل عليها كويس قوي. والحركه اللي انا بعملها دي عشان خاطر الاتنين يمسكوا في بعض، العجوه والعجينه. وبعدين هكورها وابططها سنه صغيره. طبعا بقى مرحلة التنقيش دي يعني ممكن تبدعي فيها زي ما انت عايزة. انا هدي حضرتك فكرتين بس النهاردة. الاولانية اللي معظم الناس بتحبها اللي هي شبه غرزة الكروشيه، ببتدي في نص الكحكاية امشي خيوط بالطول وبعدين بالعرض، وبعدين اللي في النص ده بقى بيكون بالنسبة لي زي الدليل. يعني ايه؟ يعني ببتدي اشوف الخيوط اللي فوق دي عاملة ازاي، بالعرض يبقى تحتها بالطول، بالطول يبقى تحتها بالعرض، وهكذا لغاية لما اخلص الكحكاية بتاعتي كلها. طبعا بتكون بالجمال دوا. والفكرة التانية ان انا هبتدي اعمل داير ما يدور الكحكاية، بحيث ان هي تديني زي شكل الشمس كده. وكمان في الاخر هبتدي ان انا اطلع بالنقشة لغاية فوق لغاية النص. خدي بالك انا ماسكة المنقاش منين، عشان دي بيساعدك جدا وبيسهل عليكي عملية التنقيش. طبعا صينيتي ما بتكونش مدهونه اي حاجه عشان طبعا كميه السمنه حلوه جدا. ولما بتكتمل الصاج بتاعي ببتدي ان انا ادخلها على الفرن المسخن مسبقا على 180 درجه مئويه لغايه لما يخرج لنا بهذا الجمال. هسيبه يبرد تماما، وبعدين هبتدي ان انا ارمده في السكر. افضل ان حضرتك ترمديه قبل التقديم مباشره. واستمتعي بقى باحلى كحك سخن هتاكليه في حياتك، وهترجعي تكتبي لي كده.